مساء الخير. النهارده هنعمل كباب الحله بالفراخ بطريقه سهله بمكونات بسيطه بطعم وريحه الفراخ المشويه، ومعاها صوص جميل قوي. تاكليه بقى مع رز ابيض، طعمها خطير. لازم تجربوها بطريقتي. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش اللايك والاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي الجديده. اول واهم خطوه عندي هي تنظيف الفراخ كويس جدا ونقعها لمده ما تقلش عن ساعه في محلول النقع. انا بعمله ازاي؟ بحط ربع كوبايه ملح، ربع كوبايه سكر، ليمونتين بعصرهم كويس وبرمي القشر بتاعهم كمان في الميه، وشويه دقيق او معلقه طحينه. الطحينه حلوه جدا، بتشد الزفاره من الفراخ او اي نوع طيور. واوعي تحطي خل، الخل بيظهر الزفاره اكتر. وبعد ما ننقعها ساعه على الاقل هتغسليها كويس جدا وتصفيها من الميه. وفي حله تيفال او جرانيت عشان الفراخ ما تلزقش منك هتحطي شويه زيت ومعلقه سمنه او زبده زي ما تحبي، وسخنيهم كويس جدا عشان ننزل بالفراخ تاخد صدمه ولون حلو. زي ما انت شايفه انا شايله جلد الفراخ دي لانها فراخ بيضه، ما بحبش اطبخ الفراخ البيضه بجلدها. هسيبها بقى على نار عاليه لغايه ما تبدا تاخد لون، ما تقلبيش فيها كتير عشان ما تنزلش ميتها. وهنزل بقى بالبهارات الصحيحه، فصين حبهان افتحيهم كده، و2 قرنفل، ومستكه، ورقتين لورا، عود قرفه. بيهم بقى يتشوحوا مع الفراخ عشان تطلع ريحتهم الحلوه. شوفي اخدت لون جميل ازاي، ده اللي انا عايزاه. قلبيها بقى على كل ناحيه عشان تاخد نفس اللون ده من كل جهه. هنزل بقى ببصلتين كبار قطعتهم جوانح. انت عارفه الكباب الحله بتحب البصل الكتير، وقطعي البصل رفيع على قد ما تقدري عشان يلحق يستوى كويس مع الفراخ، لان الفراخ بتستوى بسرعه. وفصين توم وطماطميه مقطعاها مكعبات. وننزل بقى بالملح والبهارات. انا بحط معلقه ملح صغيره للفرخه، شوفي انت بتحبي الملح زياده او اقل براحتك، ونص معلقه صغيره من باقي البهارات. فلفل اسود 7 بهارات، كمون، كزبره ناشفه، بهارات فراخ، بابريكا. وهسيب لك كل المقادير دي في صندوق الوصف. ودلوقتي هتبداي توطي النار عليها جدا، وهنزود نص كوبايه ميه صغيره مش اكتر من كده عشان انا عايزاها تنزل ميتها وتستوى كده براحتها. وتابعيها كل شويه، لما تنقص ميتها خالص هتزوديها تاني نص كوبايه ميه. وكده قربت تستوى. هبدا انزل بقى بالفلفل الالوان. لو ما عندكيش فلفل الوان ممكن فلفل اخضر بس كفايه. انا ما نزلتش بيه من الاول عشان عايزه احتفظ بلونه ويبقى شكله جميل كده في الاخر. هزود كمان النص كوبايه ميه سخنه واغطي عليه كمان 10 دقايق. شايفه اللون تحفه ازاي والريحه ما اقولكيش. دي احلى طريقه للفراخ انا بحب اعملها. قلبيها بالراحه عشان ما تتهريش منك. وكده تعتبر خلاص استوت. عملت جنبهم شويه رز ابيض، وهي ممكن تتاكل حتى بالعيش، يعني هي مش محتاجه حاجه، طعمها لوحده تحفه. اخر خطوه هنعملها هي خطوه اختياريه، حابه تعمليها مش حابه تعمليها براحتك. بس انا بعملها عشان ادي للفراخ ريحه الفراخ المشويه. بحط ورق الومنيوم بعملها زي الطبق كده، وبسخن فحمايه سريعه الاشتعال كويس. حط عليها شويه زيت او معلقه سمنه واغطي عليها بسرعه. بسيبها 5 دقايق كده وافتح عليها، بتلاقي ريحتها تحفه كانك عامله فراخ مشويه، واحلى كمان لان طعمها احلى من الفراخ المشويه. جربيها بالطريقه دي هتعجبك جدا وهتعجب كل اللي في البيت. وما تنسيش اللايك والاشتراك، واكتبي لي رايك في التعليقات. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي باذن الله.